سلام الله عليك. وعليك سلام الله. أبحث عن يعقوب النبي. وماذا تريد منه؟ أحمل له رسالة من شاب سجين في مصر. هل قلت من شاب سجين؟ أجل. تفضل معي. شكله. ماذا عن طلعته؟ ما هو عمره؟ قامته طويلة، أظن أنه في 30 أو أكثر بقليل. هل كان حسن الطلعة؟ اسمه أليس يوسف؟ سألته عن اسمه فسألني أن أعذره في ذكره. أما جماله فلم يبدو لي لكثافة شعره وطول لحيته. جمال يوسف يبدو لي حتى من وراء الحجب. لا شيء يمكن أن يخفي جماله على الإطلاق. سألني عن كبير أهل كنعان فذكرتك. سألني عن فروعه 12 المثمرة، قلت إن أحدها انقطع. لما لم يذكر اسمه؟ لما سأله العذر في ذكره؟ لو كان يوسف لذكر اسمه، لذكره من أجل أبيه. قلت إنه بعث معك برسالة. أجل، طلب أن تدعو بحق السجناء الغرباء والمكروبين. خلصه اللهم من القيود وأسر السجن. قال السجين أنك متى رفعت يد التضرع نحو الله فادعوا بحق الأبناء الذين فرقتهم الغربة عن آبائهم. هذا يوسف ابني. إن هذا الابن البعيد عن أبيه لهو ابني. تسمع يا بنيامين؟ هذا حديث أخيك يوسف وهو يتأوه على فراق أبيه. اهدأ يا أبي. وأين يوسف من مصر؟ ومن السجن أيضا. ما عدا ذلك فإن أوصافه تطابق يوسف تماما. أشعر أن هذا السجين هو إما يوسف ابني وإما أنه يخبر حاله. أسمعني السجين أيضا حديثا حول خلافة الله والفرع المقطوع، ولكن ذهب عن بالي. إلهي وربي، خلص ذلك السجين من غياهب السجن وأذقه حنان أبيه. اللهم متع أبصار أبيه برؤيته وأنر قلبه. إن أذنتم لي فأسألكم الرخصة. حفظك الله، حفظك الله من كل شر وجزاك أحسن الجزاء. أرجو أن تكون هذه العيون قد رأت يوسف ابني. آمل ذلك. في أمان الله. رعاك الله.